من أهمية. محمد بن صالح العثيمين، أنا الموظف في جمرك مطار جدة، بسؤال حول عملي في قطاع جمرك جدة. وتعلمون ما بهذا القطاع من أهمية، لأن له أهداف اقتصادية واجتماعية وأمنية. ولعلي أطرح عليكم يا فضيلة الشيخ سؤالي الشامل على صورة 6 أسئلة مع التوضيح لكل سؤال كما يلي: هل يعتبر تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من وإلى المملكة من البضائع من المكوس، مع العلم يا فضيلة الشيخ أن هذه الرسوم يقوم التجار بإضافتها إلى ثمن البضاعة الاستهلاكية للأفراد، بمعنى أن قيمة الرسوم يعني يتحملها المواطن بشكل غير مباشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن هذا المجال الذي ذكرته قد يكون فيه خير كثير بمنع الأشياء الممنوعة شرعا كما هو معروف. وأما ما يتعلق بالأمور الأخرى فإني أرى أن توجه هذا السؤال إلى دار الإفتاء في الرياض حتى يتبين الأمر لك ولا. والثاني، أود أن أوضح لفضيلتكم أن عملي في أحد أقسام الجمرك ويتعلق بتفتيش الركاب القادمين من الخارج وكذلك البضائع، مع العلم أن الهدف من التفتيش ليس تحصيل الرسوم الجمركية، ولكن الهدف هو منع دخول المهربات والمستجرات والمسكرات وغيرها. هل هذا العمل يعتبر من الإعانة على أحد المكوس؟ أفيدونا ذلك الله. ليس هذا مما يكون فيه إعانة على المكوس، ولكنه فيه منع للشرع الذي قد يكون مخبئا في أمتعة هؤلاء القادمين، وكذلك منع للشر الذي يفترض أنه من الشر كالمخدرات وغيرها. نعم. السؤال الثالث: ما رأي فضيلتكم في العمل بقطاع الجمارك، مع العلم أنه يمكن توجيهه بقرار إداري من مصلحة الجمارك إلى أي قسم من الأقسام الأخرى؟ هذا يرجع إلى ما تراه أنت وتستشير فيه إخوانك الذين تثق به. يعني كل واحد فيها يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول رحمه الله. الثانية يعني من القواعد الأربع أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. ودليل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فنهى الله سبحانه وتعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحدا، ولا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى بعباده الكفر، وإن تكفروا يرضه لكم. وقال تعالى: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليه. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة
ويكون الدين كله لله. وإذا كان الله تعالى لا يرضى الكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضى بهما، لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع لرضا الله تعالى وغضبه، فيغضب لما يغضب الله ويرضى بما يرضاه الله عز وجل. وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الشرك فإنه لا يليق بالمؤمن أن يرضى بهما. نعم. والثالثة قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الثالثة أن من أطاع الله ورسوله فإنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله وموادته ولو كان أقرب قريب إليه، لقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وذلك أن يوفق لأن موالاة من حاد الله ورسوله وموادته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف، لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه أبدا. وموالاة النصارى بل وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، فتجده يوادهم أن يطلبوا ودهم في أي وسيلة كانت، وهذا لا شك مناف إما للإيمان كله وإما لكماله. فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه، وبغضه والبعد عنه، ولكن هذا لا يمنع من نصيحته ودعوته إلى الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قولا رحمه الله:
أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل، وهي ملة إبراهيم أي طريقه الدين الذي يسير عليه الصلاة والسلام. هي أن تعبد الله مخلصا له الدين بحيث لا تعبد معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه، مثل الصلاة والذبح والنذر والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة. والعبادة تطلق على معنيين: أحدهما التعبد لله عز وجل، وذلك فعل العابد، وهو التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والثاني المتعبد به. وعلى هذا المعنى نقول إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقرأ العبادة. فلذلك أمر الله جميع الناس خلقوه له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وبذلك يعني بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم أرسل الله الرسل، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وبين الله عز وجل في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى يعبدون يوحدون، يعني أن